اوكي. في حاجة ابتدي؟ ماشي. النهاردة بقى في قعدة حكاوي معايا واحدة من ألطف وأشطر اليوتيوبرز اللي بدأوا الأول از ميك اب وبيوتي، وبعد كده دخلت بقى أكتر في حتة الهوم ديكور وكمان هي دلوقتي عندها one of the best يعني local fashion brand، والفترة الجاية هنشوف حاجات تانية هي قالتها لي بس out of camera، بس أنا مش هينفع أقولها. فأنا النهاردة معايا الجميلة يسرا مختار. ثانك يو. ثانك يو يسرا. اصل انتي بتقولي حاجات كده حسيته ايه ده انا سوفيستيكيتد قوي جدا. لا والله بس دي حقيقة فعلا. يعني أنا عايزة أقولك إن أنا متابعاكي حتى من قبل ما نعرف بعض أساسا. فاكرة حتى أنا أول مرة كلمتك كان ما بيننا شغل من زمان، من عمر فرح تقريبا 4 سنين. من حاجة زي كده. وكنت حتى ساعتها لسه ما اتجوزتيش وبتاع. وكنت اللي هو أنا ما كنتش قادرة أصدق إن أنتي بدأتي في اليوتيوب من زمان. فحتى في الوقت اللي أنا كنت بكلمك فيه الكواليتي بتاعت الفيديوز والفيديوز نفسها. احكي لي بقى مين يسرا؟ بصي حته كواليتي الفيديو دي لانه انا مش اول فيديو نزل لي على اليوتيوب اكشلي. دي ما كانتش اول مره ان انا اقعد قدام كاميرا. ايوه اول مره انا قعدت قدام كاميرا انا فاكره انا كنت وقتها تقريبا في ثانوي، اولى ثانوي او ثانيه ثانوي. كان عندنا كاميرا ديجيتال كده صغيره في البيت. اوكي. كانت بشعه. انت صناعه محتوى من يومك. كانت اسوأ كاميرا ممكن حد يشوف على وجه الكره الارضيه. كانت مرميه من كتر ما هي سيئه يعني. فانا كنت احب قوي احطها على المرايه واقعد احط الميك اب بتاعي. انا كنت بعشق اليوتيوب من اول بقى ما طلع. كان زمان كده تحس ان انتوا ما كانش ايزي اكسس زي دلوقتي والسيرش فيه. يعني دلوقتي اليوتيوب من اعلى محركات البحث في السيرش وكده ويطلع لك. يعني كنت وقتها عشان الاقي فيديو ميك اب اتصور عليه كنت بقعد اكتب بكذا طريقه وكذا حاجه. وقتها حتى كنت اتعلقت قوي بميشيل فان. اكيد بنتكلم على اليوتيوب في ناس كتير جدا يعني ابتدى شغفهم باليوتيوب بيها. فابتديت في الفتره دي بقى ان انا احط الكاميرا واقعد بقى احط ميك اب. صباع روج متسرق من ماما، مش عارفه ماسكره حوشت من المصروف ونزلت اشتريتها وبتاع وكده. كنت بتصوري بهدف ان انت بتبقي عايزه فعلا تريفيو الحاجات دي؟ لا اقعد انا اتفرج على الفيديو ده. يعني الفيديوهات دي محدش شافها. انا الوحيده، انا الشاهد الوحيد عيانه عليها. انا الفان بتاعتي. يس والله كنت وكنت حلم حياتي في الفتره دي انا لما اكبر في يوم من الايام ان شاء الله هكون يوتيوبر. كان عندي حلمين اكشلي. اوكي. كان في شنطه ميشيل فان بتلبسها، كان حلم حياتي جابها. ده لسه حلم يعني. وكان حلو حياتي التاني ان انا اكون يوتيوبر. نقدر نقول ان الحلم التاني الحمد لله الحمد لله ده الاهم يعني. يعني احنا اهم حاجه الانسان الشنطه بتروح وبتيجي يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تعرفي تجيبيها برضه. بالظبط كده. بس فمن هنا بقى جت يسرا اللي انتم تعرفوا. دي كانت بدايتي، دي كانت البذره. حلو. دخلتي بقى الجامعه انت كده قلتي ان انت بداتي من ثانويه يعني او كده او ثانوي. اصور فيديوهات كريبي جدا بس مع نفسي بطلع الطاقه اللي جوايا دي ان انا حابه ان انا اقعد قدام كاميرا. امتى بقى قررتي ان انا لا انا محتاجه ناس تانية يشوفوا اللي انا بعمله؟ وانا بقى في الجامعه. انا في الجامعه انا كنت طول طفولتي عايشه في السعوديه. أوكي. فوقت الجامعة زي أغلبية الأسر المصرية طبعا نزلت مصر. جامعتي هنا تنسيقي الكلام ده. طلع لي هندسة. جامعة تقيلة قوية صعبة تركيز. وانت اللي اخترتيها ولا كان في؟ دي كانت لعبة القدر شوية لأن أنا كان حلم. أنا بحب الرسم جدا يعني. حلو. أنا يعني شخص أصلا بيعبر عن مشاعره والكلام ده كله بالآرت. أوكي. فكان حلم حياتي ان انا ادخل فنون جميله. تمام. دي كانت رغبه عندي فظيعه، خصوصا ان نفس الفتره اللي انا اتعلقت بيها باليوتيوب دي الفتره اللي انا اتعلمت فيها الرسم وابتديت اعرف ان انا عندي الموهبه دي. فابتديت اللي هو الاثنين فعلا كانوا بالنسبه لي ثيرابي في حياتي كده. اشوف فيديوز يوتيوب وارسم واتعلم ميك اب. بس هي السيركل كده كامله يعني. فجيت بقى التنسيق. لما قدمت اهلي طبعا زي اغلبيه الاسر الحمد لله يعني في الفتره دي كان اللي هو في انت دكتور او مهندس، انت ما ينفعش بعد كل ده والمجموع الكبير اللي انت جايباه ده ما تدخليش حاجه تانية. فالمهم بعد مفاوضات يعني انت مجموعك كان جايب
صح. بعد مفاوضات اتفقنا ان انا هدخل فنون جميله قسم عماره، حته كده في النص كده احنا الاثنين راضيين عنها. انا حوالين الناس اللي بترسم، هلقط حاجه من هنا هلقط حاجه من هنا، وفي نفس الوقت برضو اركيتكت، فرضيت العائله الكريمه والدنيا تمام. ونزلت يا جماعه شهر كامل فنون جميله، واشتريت كتب والله يعني انت رحتي الجامعه؟ ورحت الجامعه وانا خلاص. ولا هنا بقى انا نازله من بره، احنا بنبقى تنسيق حاجه اسمها مرحله ثالثه، عشان انتي كنت عايشه في الخارج، مقيمه في الخارج، فالتنسيق بتاعنا جه اتاخر. انا فاكره الدفعه بتاعتي كانت الدفعه حصل فيها كوارث كتير هنا. فالمهم ايه، جينا انا خلاص، انا مجموعي يغطي فنون جميله، اصلا فنون جميله في التنسيق اقل من هندسه القاهره، ولكن تشاء صدفه القدر هنا بقى. يعني انا دايما بؤمن جدا بدور القدر في حياتنا. دي كانت اول مصادفه انه قالوا لنا لا والله احنا اخدنا واحد بس من اللي هي المرحله الاخيره دي، فبقيه الناس ملهاش مكان في جامعتنا. يا نهار ابيض، بعد انت كمان بقالك شهر؟ بقالي شهر. طب لان لقيت في التنفيذ طلع لي حاجه كده غريبه انا مش فاهماها، استنفاذ. استنفاذ دي ده انا كاتبه تحت مش عارفه ازاي انا استنفذت دول كلهم ازاي. انت كده استنفذتي فرصك بعد يا جماعه. طب فقالوا لي لا ده بكره هتلاقوها هتتعدل، ده بس السيستم بس كده، ده معناه انه مش عارفه. يعني انا ما استنفذتش. لا لقيتها بقى طالعه لي جامعه القاهره كليه هندسه. يعني الرسم بح الالوان. طب مش هشوف الناس بتعمل اي حاجه كده جنبي وانا القط لا. فمن هنا دي كانت اول والحمد لله بصراحه، يعني ربنا برضو لما بيعمل حاجه بتكون في مكان. فبصراحه في الفتره دي اليوتيوب اتغطى كده جوايا، الرسم اتغطى، لان ما بقاش فيه وقت اصلا، انه لان فعلا يعني الجامعه مرهقه بقى. بالظبط. وكان كمان بقى في هندسه جامعه القاهره في اعدادي، دي ملهاش علاقه اصلا باركيتكتشر ولا اي حاجه. يعني انا باخد بقى جبر واحصاء وتكامل وحاجات كده، اللي هو في ايه انا بعمل ايه هنا. بس الحمد لله عدت، الحمد لله. فجيت دخلت بقى اركيتكتشر. ابتديت ارجع تاني بقى ايه، حاجه حرفيه بالايد بقى، وهرسم وديزاين والوان. انا كنت بحب قوي السكتش بتاعي، كان مميز. السكتش بتاعي كان لوحه. ما كنت عشان بتطلعي فيه الحاجه الشغف بتاعي بجد. كنت اشغل ام كلثوم ام كلثوم فعلا جدا. ليه بقى؟ ام كلثوم تحسك ان انت عايشه في حقبه زمنيه. صح ازاي؟ انت دلوقتي مثلا فلنفترض شغلنا مثلا شريط مثلا لعمرو دياب، الشريط كله هسمعه بوقت نص اغنيه من ام كلثوم، هحس ان انا بقالي زمن في التاسك اللي معايا ده ما خلصش. فانت عايزه اللوحه دي اخدت من عمري كتير. عارفه اللي هو ايه، انا عايزه اغنيه مدتها ساعتين. انا عارفه بقى هو التاسك مثلا بياخد قد كده بالظبط. هو التاسك بياخد لوحتين، اللوحه مثلا بتاخد اغنيتين. حلو، انا هسمع الاطلال واختمها بنت عمري حلو، والتاسك معايا واروح اسلمه الصبح بس كده. بس خلصت يعني. فكان طاقه حلوه كانت جوايا حلو. وحتى ما اتضايقتش في سنين الجامعه بصراحه، كنت مبسوطه. اسالك ده بقى معناه ان انت ما شاء الله لما عرفت، عارفه اللي هو لما تلاقي حاجه تخليكي تحبي اللي انت بتعمليه. صح. لان ممكن تكوني انت دخلتي سبحان الله مجبره عليه شويه. صح. بس انت بقى كانت بقيه السنين سموز يعني والدنيا لطيفه. دي السكيل اللي ميزتني. يعني انا حتى كان السكتش بتاعي بيبقى مميز في الحته دي، انه كان عندي سكيل مختلف. فقلت سبحان الله، يعني انا اول نتيجه طلعت وانا في اركيتكتشر، انا لقيت نفسي طالعه الاولى ما شاء الله. اللي هو انا ازاي انا ازاي. لان كانت اكشلي احنا عندنا سيكشنز مش بقى مذاكره، مش زي اعدادي مثلا. مش مذاكره بقى ومسائل. كانت اغلبيتها ستوديوز ديزاين وفيجوالز وحاجات فعلا فيها الموهبه بتاعتي قدرت تحسسني الموضوع سهل جدا. فكان بكل بساطه ان انا هقدر اعدي ده كمان الحمد لله. ما شاء الله انت يعني نجحتي جامد. وانا كنت انترستد جدا في الحته دي، واليوتيوب بقى ساعدني في النقطه دي. ليه بقى؟ اركيتكتشر بتعتمد على السيلف ليرنينج. انت لازم تكون شخص بتعرف ان انت بتدور في المعلومه، وعندك فكره ازاي ادور على حاجه واتعلمها بنفسي، واستغل الوسائل اللي حواليا ان انا اتعلمها. اوكي. فانا اوريدي زي ما قلت لك ان انا اتعلمت اليوتيوب، اتعلمت منه الرسم والميك اب والحاجات دي. كنت اي حاجه مش عارفاها
اكله عايزه اعملها مش عارفه اعملها، بفتح اليوتيوب اتعلمها مش عارفه ايه. فالحته دي بقى ساعدتني. فحتى بقى في الجامعه مثلا في حاجه انا عايزه اعرفها او معلومه، عارفه ازاي ادور. ممكن اشوف فيديوز على اليوتيوب، ممكن ادور ازاي اشوف ريفرنسز، حاجات موجوده. بقيتي بتعرفي تشوفي اكزامبلز موجوده تتعلمي منها علشان تاخدي الخبره بتاعتك انت وتطبقيها بشكل مختلف. فبصراحه دي يعني كانت ايكو سيستم كده، حسيت ان هو متناغم متداخل مع بعضه. بس كان طبعا في element كده احنا ما نقدرش نشتريه باي حاجه في الزمن، وهي الفلوس. فلوس ايه؟ وهي ما اقدرش اشتري باي فلوس في الدنيا، وهي الوقت. صح. انا عايزه احضر عشان بحب جامعتي بصراحه، وعايزه اخلص التاسكس اللي عليا والبروجكتس، وعايزه اتفرج على اليوتيوب، وعايزه بقى ابتدي كمان، وعايزه يكون عندي سوشيال لايف، انا بني ادم بالظبط. وعايزه احط ميك اب، وعايزه ارسم. انا هعمل كل ده ازاي؟ فكل بقى فتره بتيجي حاجه تقع، يعني مثلا يجي فتره مثلا الرسم يقع، يجي ما اقعد مثلا سنه ولا حاجه ما فيش حتى سكتش يطلع، كله حاجات تبع تاسكس وحاجات زي كده. مفيش حاجه اللي هي انت بقى بتطلعي الايموشنز بتاعتك. يس اللي بتحبي تعملي. كنت حته الميك اب دي بقى كنت بفضيها في ايه يا جماعه؟ والله لازم كنتوا تلاقوني مثلا ايه واخده اللوحه ورايحه مثلا، احنا عندنا جروب ورك مش عارفه فين، رايحه حاطه لهم فول ميك اب. يعني بص انا ممكن اكون لابسه بجد السويت بانتس وعليه الهودي، بس انا بصوا كان عندي طاقه ميك اب على الصبح كده. ممكن اللي هو عارفه انت لما البيوتي بلوجر تبقى مهندس بالظبط اكزاكتلي. فحتى ايه صحابي يعني كانوا في ايه حبيبتي، ويوم تاني بروح لهم لا عادي جدا، انا اصلا مش غاسله وشي وعادي تسليمه متاخره وبتاع. فهي ما كانش عندي شغل امبارح. ما كانتش حته اللي هو بقى انا بحط الميك اب عشان كونفيدنس او كده، على قد ما هي كانت حته اللي هو انا احط الميك اب عشان اكون مبسوطه during اللي انا بحطه. يعني على فكره لحد دلوقتي مثلا انا ممكن اكون بحط ميك اب وانا رايحه مثلا عند صاحبتي البيت، واول ما اروح عندها اقول لها ما عندكيش ميك اب ريموفر اصلا؟ ليترلي تقولي لي هو انت حطيتي ده؟ الموقف ده لسه حاصل امبارح. تقولي لي انت حطيتي لي، كنت عامله بقى سموكي اي وبتاع، حطيتي لي؟ قلت لها كنت حابه ان انا احط ميك اب كده وافضي الطاقه. اللحظه خلصت بالظبط، خلصت اللحظه. ولا صورت ولا نيله، بس هو انا انا كنت عايزه انا هو زي كايند اوف ثيرابي كده، ان انت لان دي حاجه اتعودتي من وانت صغيره بتعمليها، بتفضي الطاقه اللي جواكي. امتى بقى بداتي بقى التشانل وقلتي خلاص انا لازم اعملها؟ امتى؟ ده كان يوم امتى بقى؟ كان اول يوم اطلع من وكر الاكتئاب بتاعي. كنت اول ما اتخرجت من الجامعه. ماشي. بنتنا متفوقه بقى. فكنت حاطه هوبس ان هيجي التنسيق بتاعي او هيجي التعيين بتاعي، وان خلاص يعني ما حطيتش بلانز تانية. فالانسان دي غلطه، ودي حاجه انا اتعلمتها من حياتي. دايما عندي بلان A و B و C وممكن لحد Z من وقت الموقف ده. انه صح ان الانسان يحط لنفسه خطط بديله، ما يحطش كل احلامه وكل خططه وانا على خطوه واحده، عشان الخطوه دي لو وقعت كل اللي وراه خلاص ما جاش اصلا. بتحسي فجاه ان انت يا هعمل ايه في حياتي؟ بالظبط. ده انا بقيت شخص بلا قيمه، مع ان انت القيمه دي انت اللي سردتها من دماغك. يعني انت قيمتك في اللي مضى، ما هو عارفه اللي جاي كله لسه. الجمله بتقولك هل انا شخص بعرف افصل ما بيني وما بين شغلي؟ والله اصل في ناس رابطه قيمتها انا بشتغل ايه او انا بعمل ايه. صح. ساعتها بقى انت ايه اللي حصل؟ وقتها ساعتها جه فين؟ وقتها ما جاش تعيين، استغربت يعني. انا طبعا انتوا عارفين يعني في اعدادي كنت طفله مش اقوى حاجه. يعني في الاخر خالص المهم ايه ما جاش. ضايقت طب بصراحه، ضايقت جدا. وانا فاكره بقى في الفتره دي انا لما بكتئب يا جماعه بعمل حاجه واحده. ايه؟ او حاجتين. ماشي، ايه هما؟ باكل. ودي حاجه غلط جدا ما نعملش زيها. وبتفرج على المحقق كونان. انا اول ما تلاقيني مشغله كونان وباكل يسرا مش تمام. لا انا في القاع. انا خلاص امسحوا رقمي من عندكم بقى خلاص. انا باد انفلونس في الوقت ده. فانا فاكره كان عندنا اوضه كده في البيت زي اوضه المسافرين كده. حلو. حتى مش هقعد في اوضتي، انا رافضه حياتي اصلا. انا خدت لابتوبي عليه محققي
ورحت قعدت في اوضه المسافرين دي. ماشي. اسبوع. طب سالتي ليه الجواب ما جاش او التعيين ما جاش يعني؟ ما حصل اكتفاء بالعدد. باللي قدامي. جت وقفت عليا كده. زي شوفي سبحان الله، زي ما كنت داخله بالظبط، هو يعني نفس السيناريو كان ايه. بالظبط. كده. فانا وقتها قعدت اسبوع كده ما بطلعش من الاوضه حرفيا الا ان انا اروح اجيب حبه اكل اسرفايف جوه الاوضه مع الكرتون بتاعي وكده. وخلاص انا بنعزل تماما عن العالم الواقعي علشان انا متضايقه دلوقتي. اوكي. جيت بعديها باسبوع قلت هو انا زعلانه ليه؟ هو انا ليه حاسه انه ما يمكن ربنا عمل كده علشان الحاجه اللي انا مأجلها. دايما كنت اقول في الجامعه امتى هبتدي يوتيوب، اصلا ما عنديش وقت، اصلا انا بذاكر، اصلا مش عارفه ايه، اصلا ايه. ما يمكن ربنا عمل كده علشان هو ده الوقت المناسب. قمت انا مش هنسى، هو كان قرار. انا شخص امبالسيف جدا يعني. انا ممكن مثلا ايه، برج الثور. ما هو بصراحه انا عايزه اقول لك انا ممكن اكون نايمه في عز نومي جات لي فكره اصحى من نومي اعملها دلوقتي واقعد اخطط لها دلوقتي. انت كده مواليد 4 برضو صح؟ 27/4. أيوة. ما هو انا سليم الثور برضه. ده ربنا يكون في عونك بقى. ده بصي مش كده برضه، مش هتفهمي خالص. حلو. فقررت ان انا خلاص انا اي هاف بقى انت تيك ذا ليد اوف ماي لايف. خدت العربيه ونزلت السوبر اللي جنبنا. حلو. قلت للراجل ما عندكش شرايط ليد؟ كان وقتها بقى ايه الليد ده يعني ايه مش منتشر كده ان عادي يعني بيستخدموه اكتر بقى في حاجات الديكور والكلام ده وكده يا فجبت من الراجل، ما انا بقى ذكيه بقى، فجبت من الراجل ليد ابيض وليد اصفر بقى، وجبت فويل وعملت اول رينج لايت بدائيه في البيت. وقعدت بقى عارفه انت الرينج لايت القديمه دي، الكرتون نقص حلقه. تهالي عندي صوره قديمه بس انا مصورها قولي لي هدور لك عليها. والله. وعملت رينج لايت البدائيه دي. وانا كان عندي كاميرا من وقت طبعا الجامعه وكده، كنا بننزل سايت سينز وحاجات زي كده كنت بصور. حلو. فكان الحمد لله معايا كاميرتي تمام. فقلتي هبدا، حطيت الكاميرا وحطيت الرينج لايت وبسم الله الرحمن الرحيم ابتديت اصور يوتيوب. وده كانت اول ما ابتديتي. انت ابتديتي الاول ميك اب صح كده؟ انا فاكره لان هي كانت اكتر حاجه. وكان وقتها كمان عندي كيت ميك اب يعني مهوله. لان في الفتره دي اخر تقريبا ترم في الجامعه ابتديت ان شغلي بقى رحلتي از ميك اب ارتست. ابتديت احس ان انا لما بحط ميك اب لنفسي، انا بقول لكم يا جماعه انا واحده رايحه تعمل جروب ورك حاطه فول ميك اب يعني. فحسيت اللي هو ايه الويست اللي انا بعمله ده. انا زي ما بقول لك كده عارفه اللي هو يعني انا كده انا مش فارق معايا ان الميك اب ده يكون على وشي، انا فارق معايا ان انا اعمل الميك اب ده بالظبط. فابتديت ان انا في الفتره دي كان برضه الميك اب على فكره ارت برضه. it is definitely يعني 100% اسمها ميك اب ارتست. بالظبط كده. she is يعني artist. فابتدى فكان وقتها ابتديت شغل. وفي الفتره دي كمان لما ابتديت يوتيوب على فكره كنت بشتغل فريلانسنج ميك اب ارتست يعني كمان بيسايد فعشان كده قلت يمكن هو ده الدايركشن سبحان الله اللي ربنا بالظبط. وانا بحب لما اعمل حاجه اعملها كويسه يعني. انا ايه يعني انا دلوقتي انا طالبه جامعيه، انا لازم اكون طالبه جامعيه كويسه. انا دلوقتي مهندسه، انا لازم اكون مهندسه كويسه. فانا لما بعمل حاجه مش بعملها نص بالظبط. لازم اكون انا كده راضيه عن الفاينل برودكت. ودي حته هنتكلم فيها كمان شويه لانها مش احسن حاجه برضو ان انت تكون بيرفكشنست كده عشان بالزبط. ايه، لان ممكن تاخد منك يعني انت مش الغلطه او الحاجه اللي حصلت ان انت ما بداتيش وخلاص. عارفه في ناس تقول لك جاست ستارت، عارفه اللي هو انا بقى اللي عملت في اللحظه الامبالسيف دي كانت جاست ستارت صح كده. وات ايفر ايه اللي ابتدي ابتدي وخلاص. فبس فالحمد لله لقيت وقتها ان كان في امباكت حلو عند الناس، خصوصا ان وقتها ما كانش في كونتنت كرييترز مصريين از ميك اب كونتنت كرييترز على اليوتيوب. ما كانش في كتير مصريين. كانت يعني كان ماجورتي طبعا اجانب هم اصلا اللي ابتدوا الحته دي. وبعد كده كان ابتدى يبقى في من الكويت حلو شخصيات معروفه انا كنت بتابعهم. فالمصريين كانوا يتعدوا على صوابع الايد. فالحمد لله وقتها كان في امباكت حلو قوي. اكيد طبعا. ومن هنا بقى ابتدى حته الكونتنت كرييتنج تورد. ابتديت في الاول از ميك اب كونتنت كرييتور. الميزه بقى اللي اتعلمتها بقى مع الوقت قصتي بقى از كونتنت كرييتور. سيبكم بقى من الميك اب ايه بقى كونتنت كرييشن اصلا دي حاله كده بقى تانية بقى لوحدها. ان انا كنت بحب قوي في استوديو ديزاين. كنت اكتر استوديو بحبه علشان انا ببقى دايما اكسايتد جدا
للفاينل برودكت اللي انا هطلعه ده شكله عامل ازاي. اوكي. دي معلومه ما تعرفيهاش يعني، اعتقد ما حدش يعرفها الا شادي وفرح، لان هم دايما سامعينه في البيت. ما فيش فيديو بينزل ليا على اليوتيوب الا وانا شايفاه الاول، مع ان انا عامله له اديت، لازم اشوفه از فيور كده. اوكي. ده شغل الفيديو بعد ما خلص. ليه بقى؟ مش عشان اي حاجه، علشان لحظه كده الفخر كده، هو this is my product. انا تعبت وفكرت وعملت سكريبت ولبست وصورت واي اديتد واي ابلودد وعملت الباك سين كله على اليوتيوب وكل الكلام ده. ده الفاينل برودكت. ام براود. ده الوقت بتاعي ضاع في ده. اوكي. فاللحظه دي بصراحه انا بحبها جدا. ده حتى من ساعه ما بداتي يعني، قبل حتى يعني انت ما شاء الله الشانل اتطورت، وكمان اصلا دلوقتي بقى عندك كمان يسرا هوم اعتقد. يس يسرا's هوم وفلوجز. يس ابتديت احس ان الكونتنت كرييشن هو مش واقف عند حاجه معينه بحب اعملها انا. هي الحياه حوالينا كلها انت اتس كايند اوف كونتنت، فاهمه؟ بس انت بقى ازاي انت هتشوفيه بمنظور وتطلعيه بالشكل الفاينل برودكت ده. انت بقى قررتي لا انا برضو هبتدي اكون موجوده على المنصات التانية زي الانستجرام، انت عندك تيك توك بس انت مش اكتف. ابتديت ليتلي. ابتديت ليتلي بصراحه الشورت كونتنت بقى. اوكي. لانه مختلف. ايوه طبعا. دي هنتنقل لها. الانستجرام بقى بداتيها امتى؟ الانستجرام كانت دايما كده في الشادو كده ورا، خصوصا وقت ما كنت بشتغل از ميك اب ارتست. فكانت دايما ايه يعني انستجرام ما فيش بني ادم عايش على كوكب الارض تقريبا ما عندوش اكونت انستجرام يعني. كان وقتها الصور بس، فاكره؟ بالظبط. كان انستجرام عشان كده كنتش بحبه. كنت بدخله كده كده هو ابتدوا يحطوا الستوريز. ابتديت ان انا اتعامل مع الانستجرام شويه. اوكي. اول بقى ما الريلز ابتدت تنزل انستجرام هنا انا ابتديت اقول I have account على الانستجرام. ابتديتي بقى في الريلز بقى. ابتديت بقى دي يعني، حتى مثلا تدخلي عندي مثلا انستجرام تلاقي البوست صور الانتراكشن عليها قليله جدا. تدخلي على الريلز لانه I do content. وبعدين بحسك برضو انتي قوليلي، انتي قبل كل فيديو بتبقي مظبطه يعني، ولا بتصوري كده، ولا انتي بتبقي عارفه انا يسرا انا عايزه انزل ايه مثلا؟ هقولك انا اغلبيه الوقت اللي هو انا حاسه ان انا عايزه اعمل ايه دلوقتي، فانا هعمل كده. ممكن وانا قاعده فجاه حسيت ده انا عايزه اقول لهم على كذا، دي حاجه مهمه. ده لا ده انا اكتشفت كذا، هم كانوا سالوني قبل كده على كذا فانا عايزه اوريها كده. ده اغلبيه الكونتنت عندي. بس بيبقى طبعا في ساعات كونتنت اللي هو لا متظبط ان انا هنزله في الوقت المعين او حاجه زي كده. بس الماجوريتي بتاعت الكونتنت بتاعتي لا اللي هو دي حاجه في حياتي دلوقتي انا حابه ان انا اشاركها معاهم. اوكي. دي انا مثلا في الفيس دي من حياتي بحب كذا، فانا حابه ان انا ده دلوقتي الانترست بتاع يعني. مثلا ليتلي انا انترستد جدا في ان انا اجرب يعني دي طبيعتي اصلا اعتقد بالكلام. انا شخص ملول بطبعه. فبحب دايما ان انا اجرب حاجات جديده او اغير واجدد الليتست انترست بتاعي لما اكتشفت انا طبعا بحب الاكل. فاكتشفت فكره الاكل الكوري والثقافه الكوري بجد. الفليفرز بتاعتهم ايه ده، عندهم حاجات مش حراقه، احنا مضحوك علينا. ما انت بقى تقدري بقى فكره بقى ان انا بجرب الريسبي ان انا اي ادجست الريسبي دي على النيدز بتاعتي، على الطعم اللي انا عايزه احس بيه يعني. فبجد حاسه ان انا عارفه الطفل لما بتدوله فراولايه كده في اول مره يدوقها فبيحس انهم ايه ده. فبجد انا اكتشفت ان انا في عندي تيست بادز بتحس بحاجات جديده لاول مره في حياتها. اوكي. فالفتره دي لا حتى اخر فيديو كنت منزلاه كان نزل ترندنج صح؟ لانه فعلا انا كنت اللي هو وات اللي هو في ايه. فحتى على الانستجرام الفتره دي اللي هو بنزل يعني اكتشفت مثلا يعني بجد في مكرونات عندهم اللي هو انتوا ايه بجد اكل مختلف. اكلهم كله سيبي اكلنا على جنب، اكلهم مختلف. فانا مثلا انا متاكده بعد ما خلاص ابقى اي انجويد الفتره دي. زي مثلا من فتره كنت في حته مختلفه كل فتره يعني. حتى دايما الفولورز عندي حاسين انه انت حتى لما تدخلي الشانل هتلاقي ان في فتره في حاجه انا ماسكاها وبعد كده في حاجه تانية انا ماسكاها. فانتي حسب انتي دلوقتي يسرا هي بتبقى بس يوجولي انتي بتبقي عارفه انا دلوقتي بعمل ايه، فبتظبطي الفيديوز او الكونتنت حسب الدايركشن ده صح؟ ليه؟ لان انا لو مش مستمتعه بالدايركشن اللي انا بعمله هيتعمل نص نص، وانتي قلنا ان احنا خلاص بقى مش هبقى راضيه عن الفاينل برودكت.
يس definitely. في فيديوز على فكره انتوا ما بتشوفوهاش. بتعمليها وتأدت وبعدين I'm not تحسي ايه بقى؟ satisfied. فيديو مش طب بتبقي عارفه يعني عارفه اللي هو ايه، انا عارفه انا مش ساتيسفايد من ايه ولا لا انا لا overall ببقى عارفه يعني ساعات بتبقى مثلا طبعا حاجة مشاكل كويسة. تكنيكال طبعا. ممكن ما كنتش في المود زي اي بني ادم، فاللي هو لا ده كان wrong choice. عشان كده دلوقتي اللي هو ممكن وده السنه دي يعني انا يعني strict قوي فيه انه ممكن ابقى مش ملتزمه بالسكادجول، مثلا في اسبوع ممكن ما تلاقونيش، بس بعوض مثلا الاسبوع اللي بعديه بنزل 2 فيديوز لان انا في الاسبوع ده كنت نفسيا زي اي بني ادم طبيعي. I'm not into mood. فلا مش هفيك فايبز او هفيك طاقه مش موجوده عندي عشان اطلع، لانه خصوصا كمان ان انت ما شاء الله بانيه كوميونتي مع الاودينس بتاعك حلو يعني. انت الحمد دايما لله. بحس الناس وانت بتردي عليهم يعني. انا اوقات كتيره ساعات بخش اشوف الكومنتس بتحاولي طبعا، لان انا عارفه في اوقات ممكن الموضوع يبقى كتير، بس انا بحب فيكي ان انت لا انا هرد يعني عارفه مش موضوع انا هحط الفيديو. عايزه اقول لك ان الكومنتس دي هي اللي بتشجعني دايما، لان السوشيال ميديا نوت سيف انفايرمنت عموما يعني خالص. فلما بتحس عارفين كده زي فكره ايه، لما تيجي تخرج في شارع جديد ومش منطقتك ولوحدك كده، بتحس ان انت خايف صح، وتحس ان انت قلقان ومش عارف حاجه وان انت غريب وممكن حد تطلع المنطقه دي منطقه مش كويسه فحد يجي يضايقك، حد مش عارفه ايه. فبحس ان انت بتبتدي يبقى عندك كوميونتي. تخيل بقى نفسك مثلا ايه زي فرانس كده، انت رايح المكان الكافيه بتاعك ورايح تقعد على الكاوتش بتاعتك مع اصحابك اللي انت عارفهم، ففعلا انت بتكون على طبيعتك وفعلا انت بتحس ان انت you are safe وان انت مرتاح ومطمن وان انت حتى عارف ان اللي انت بتعمله ده ان الناس اللي موجودة هي متقبلاه زيك ولا لا. فمرة كان في وركشوب كده كنت بحضرها للكونتنت كرييشن، وكانوا بيقولوا ايه هو التارجت اودينس الصح بتاعك. سؤال حلو بصراحه. يعني كل واحد كده يسال نفسه ايه التارجت الاودينس الصح بتاعك. كانت في اجابات كتيره جدا، بس الاجابه الصحيحه كانت اجابه واحده بسيطه جدا. ايه هي؟ الناس اللي شبهك. صح فعلا. انت فعلا لان دول اكتر ناس فعلا هيتفرجوا عليك. يس. فانا ببص للكوميونتي بتاعتي اللي هو ليترلي اللي هو كل الناس اللي عندهم نفس افكارك، عندهم نفس معتقداتك، عندهم نفس الانترست بتاعتك، هم دول اللي انت بتحاولي تجمعيهم من كل انحاء العالم علشان we build a community دلوقتي مع بعض. احنا دلوقتي بنبني كوميونتي كده ومجتمع مع بعض مبني على الاخلاق بتاعتنا، على المعتقدات، على الانترست بتاعتنا، عشان كلنا نكون مبسوطين فيه مع بعض ونكون في بيئه امنه. نيجي بقى عند، بما ان انت كنتي بتمنشن الموضوع ده، كنت لسه هقولك انه فعلا طبعا السوشيال ميديا مش مكان امن الناس. وتكمله على الموضوع ده، انا بحب افتح الموضوع ده مع كل صناع المحتوى الجمال اللي انا بقابلهم يعني دلوقتي، انه دي مش حياه برضو اللي الناس بتشوفه منك، ده مش بالضروره يكون ان ده حياه يسرى كلها. هو انا طول النهار بعمل كده وانا لا، ده يعني ده الحاجه اللي يسرى بتعملها او شغلها. بس اكيد يسرى عندها حياه، صح؟ ما حدش اكيد يعرف عنها حاجه. ماشي، احنا عارفين ان يسرى مثلا عندها فروحه جميله متجوزه ساكنه في كذا، بس اكيد مش اكتر من كده. 100%. فاكرين اللقطه اللي قلت لكم عليها في اسبوع مش بنزل فيه مثلا الاسبوع ده عادي يسرى اللي قاعده تحت اللحاف مستخبيه محدش عارف عنها حاجه. يسرى اللي بتستراجل علشان هي مام ومحتاجه الغدا، علشان جوزها جعان وبنتها جايه من المدرسه عندها هوم ورك وفي البيت محتاج يتظبط علشان مش عارفه داخلين على رمضان، يلا نشيل السجاد، الزينه ما علقناش يا مامي، بكره يا فرح، لا النهارده يا مامي. في لايف اصلا بقى الحاجات اللي هي طبيعي. عندك مشاوير، هطبخ ايه النهارده، مش عارفه هنعمل ايه. الستراجلز اللي عند كل الناس يعني. فهي الحمد لله نعمه، الحمد لله ربنا يديمها نعمه من عند ربنا، ان الحمد لله ربنا خلق لي الطريق اللي انا كنت في الاول لما كنت مكتئبه في الاوضه ومش عارفه اعمل ايه وبتفرج على كونان مش عارفه المفروض اروح الطريق ده فين. الطريق اللي توافق فيه ان اكل عيشي وشغلي هي دي الحاجه اللي من وانا عيله في ثانوي كنت بحلم بيها. شوفي سبحان الله. فالحمد لله ان طريق ان حاجه بتحبها تتوافق مع شغلك اليومي اكيد طبعا. دي نعمه، دي نعمه. صح. انا مش يعني انا لو فضلت طول عمري شاكره ليها مش يعني مش هعرف اوفيها، لان الحمد لله بجد يعني. الحمد لله.
طب بقى سيجي بقى هنا سؤال تاني. انتي في الاول لما كنتي بتصوري وكده كمان يا يسرا، انتي مش يعني انا عارفه ان انتي ده كلام من زمان حتى بتكلم ان انتي بتصوري وبتأديتي كده. اخدتي وقت قد ايه ان انتي تعلمي نفسك؟ اكيد طبعا في الاول الفيديوهات كلها والاضاءه، انت عارفه اصل التصوير مش وكله كان سيلف ليرنينج. اكيد انت كنت قلتي بقى على اليوتيوب، فاكيد انت عشتي بقى. بصي يعني انا عشان كده اي حاجه بعرف اعملها دايما I do share on يوتيوب، لان انا كل حاجه اتعلمت اعملها هي كانت from يوتيوب. انا ليه لويال قوي للكوميونتي بتاعت اليوتيوب؟ ليه بقى؟ لانه انا بحب البلاتفورم دي لانها كانت a good influence في حياتي، وكانت فعلا مصدر الهام في حاجات كتير جدا، ومراحل نفسيه انا كنت واقعه فيها هي كانت فعلا الحاجه اللي بتحمسني وبتحفزني. فعشان كده فعلا حاسه كاني بقو ليها حاجه، او ان انا it's more than just a platform ليكي. yes، حاسه ان انا بدن لها بشيء. انه انا في يعني هي عارفين زي فكره ايه، كان في مره زميل ليا في الجامعه كان اكبر مني بدفعه. اوكي. وكنت في مشروع التخرج حيثه ولايصه يا جماعه. طبيعي ده بيبقى كلنا كده. فجي ساعدني في حاجه بدون مقابل، وكان تاسك كبير جدا. فبعد كده قلت له ايه ده، طب انا اقدر اخدمك ازاي او اساعدك ازاي؟ أي. قال لي لا، هي دايره وكامله، انا بساعدك علشان في يوم في حد ساعدني فانت اكيد هتساعدي حد تاني. فانا فعلا مؤمنه جدا. يس، مؤثره قوي. وبصراحه خصوصا في الزمن ده بحس يعني الحمد لله اكيد الواحد بيقابل ناس كتير، بس برضو ساعات بتقابلي ناس وانتي عارفه ان هي عارفه او هو عارف، بس لا انا مش هشير. يس. ده غلط. انك تحبس معلومه عندك او علم عندك او معرفه عندك. كانت الدنيا فنت. صح، عندك حق. فافتكرت كلامه بعد ما بعديها بسنه، فكنت بساعد ناس في دفعه اصغر مني. حلو. وكنت انفستد قوي وانا بساعدهم. بعد كده لقيتهم بيقولوا لي في مقابل ايه او عايزه ايه، قلت لهم ايه ده. الناس على فكره اما بتساعدي حد قوي عارفه اللي هو ايه، مش عايزه حاجه بالظبط. فقلت لهم نفس الجمله، قلت لهم انا من سنه تقريبا في حد ساعدني، فانا بساعدكم، فانا بعمل كده. لان كان تاسك قعدت معاهم تقريبا 8 ساعات. رحنا working space وكده، وقعدت اشتغل معاهم 8 ساعات. لانه انت لو كل واحد عمل كده انا متاكده ان هم كملوا واللي بعديه كمل وهكذا، لان انت في موقف وقفت فيه في حياتك اللي هو كنت محتاجه ده الطبيعي. ده الطبيعي ان حد يساعدني وان انا اساعد الناس والكلام ده. فهي نفس الفكره عندي مع اليوتيوب، انه انا الكونتنت بتاع الكونتنت كريتورز التانيين اللي انا تابعتهم من زمان وساعدني في حاجات كتير وفي مجالات مختلفه. فعشان كده بحس ان انا مدينه لده. في كونتنت ترفيهي طلعني من وقت انا كنت متضايقه فيه، في كونتنت تعليمي اتعلمت منه حاجه، في ديلي لايف خدت منها انسبو وعرفت ازاي ان انا اكوب في حياتي وان انا اتعلم حاجات. عشان كده اليوتيوب عندي 3 channels. ما علشان حاسه الشانل الثالثه معلش فلوجز ديلي لايفز بقى وفلوجز عادي ابس اند داون. بتنزلي عليها شورتس بس؟ لا، بينزل عليها فول فلوجز. بس اخر فتره يعني تقريبا اخر شهرين او 3 ما كنتش اكتف قوي، لانه كان يعني في سيتويشنز كتير في الحياه عندي، ففعلا ما كنتش وحياتي كنتش قادره ان انا افلوج فيها قوي. بس يعني في فلوجز كتير موجوده عليها اللي هو لا عادي، في ايام انا مبسوطه جدا والحياه حلوه جدا وفي ايام تانية اللي هو انا بالبيجامه ومتضايقه واختي مثلا لما سافرت وعيطت. انا فاكره الفيديو ده. ففي ايام اللي هو عادي يعني بشارك فعلا، لان فعلا في حد يكون بيتفرج عليا دلوقتي هو برضه اتس نوت هيلثي ان احنا كل ما ندخل السوشيال ميديا نلاقي ان كل الناس مبسوطه، لان ده مش حقيقي. ما انا ده اللي انا كنت بقول لك بتحس انت ليفت اوفر قوي اللي هو جت عليا. ايوه لا، وزي ما انت قلتي انه انا مش يعني ممكن في بلاتفورم انا بطلع عليها كده، بس ده مش انا بتضايق وانا بعيط طب انت بقى لما بداتي وكده اهلك او صحابك القريبين اول خالص بقى ايه بقى كان ايه موقفك؟ بابايا كان فضل 2 سنين كل ما شفت يقول لي يا بنتي مش هتشتغلي. انا كبرتك وعلمتك، امتى اشوفك بتشتغلي بقى؟ قطعتي قلبي صراحه
يقول له والله دي ما بقتش فاهمه اقول فبقيت بقول له ان شاء الله يا بابا اشتغل. مش غلبت افهمه ان انا بشتغل، بس يعني كانت فعلا الموضوع ده في الاول كان صعب شويه، خصوصا ان انا باديه من زمان قوي، من 2017. فكان وقتها بتقعد على النت بتعملي ايه يعني ايه يعني وكان ان اصلا ان انت اصلا كان وقتها it's not common ان الواحد يطلع كاميرا ويتصور وكده. فكان بجد انا كنت بسرق الكونتنت لايك ليترالي. عشان كده كان اغلبيه الكونتنت اللي هو انا قاعده في الاوضه وبعمل ميك اب وقافله الباب عليا ومستخبيه، لان بجد كان لو حد شافك ده انت ويردو قوي. في ايه انت قاعد بتكلم كاميرا بجد. طب وطنط واخواتك؟ ماما برضو كانت بتدعي لي يعني ان شاء الله الاقي شغل مع بابا. هي ماما دايما ايه كانت زي اي ام مصريه. هو الاب بيقول فن بقى دايما الام من ورا امين امين. فهو الاب شايف ايه دايما الام. بس قصدي ما حدش برضو وقف في طريقك يعني تمام، بس احنا مستنيينك تشتغلي. اخويا بصراحه اخويا الكبير يعني شجعني. اخويا دايما كان ايه يعني اللي هو you feel it do it. ف يعني حس واخواتي برضو يعني دايما بتبقى الاخوات كده بيبقوا ايه اللي هو بيشجعوك بطريقه حتى لو مش بيقولوها ما تحسهمش بيبصوا لك بصات انت انت غريب. ايوه صح. اللي هو انت اخونا ومننا اللي علينا. اكيد شجعتك. يعني نهى دايما اصل حد نهى اختي هي صوت العقل. دايما انا اول ما احس لحد دلوقتي على طول افتح الفيس تايم واقعد اتكلم معاها. احس ان انا عقلي بيشت مني، احس ان انا مش عارفه ايه اكلمها على طول. فهي كانت دايما كده. بس في الفتره دي من حياتي كانت اللي هو ايه انا اصلا مش عارفه انا بعمل ايه. انا حاسه ان انا المفروض اعمل كده بس بعمل ايه بالظبط انا مش عارفه اشرح للناس. طب لما الموضوع ابتدى الحمد لله يمشي وانت تعرفي وابتدى طبعا بقى يجيلك كلاينتس ابتديتي بقى تشتغلي، النظره اتغيرت شويه، ابتدوا يحسوا انه يسرى يعني بتشتغل او بتعمل حاجه. يعني ابتديت بقى اللي هو وابتديت ان انا برضو اقنن الموضوع. عارفين برضو الموضوع بيبقى بذره جوانا احنا اللي بنقننها. اللي هو خلاص انا ابتديت اعرف انا بعمل ايه. فابتديت اعرف افهم الناس انا بعمل ايه. فاللي هو يا جماعه انا بشتغل. وابتديت افهم انه في وقت للشغل وفي وقت للحياه. في وقت للبيت وفي وقت لكده. فابتدوا ان هم شكلها بتعمل حاجه فعلا. شكل في حاجه الموضوع بيكسر. والله يعني احلى حاجه كانت في الاول في ناس تبصلك كده. ومره اتقالت لي يعني اللي هو احنا بنشوف ما شاء الله يعني الكونتنت كرييترز وكده على طول بعد شهر شهرين بنلاقيهم راكبين مرسيدس ومش عارفه ايه ما هو ده سوري. وبعدين بصي ده البرسبشن ده الصراحه على معظم اليوتيوبرز. مش عارفه يا جماعه في ايه والله. موجوده تحت. اطلع لك مفتاح حالا. لا يعني وعجبني قوي ان هي ايه كان في تايم فريم. يعني هي قالت لي في خلال شهرين اصلا. يعني حاسه ان انت بتكدحي من 2017 في ايه بتمشي في طريق غلط. فقلت لها لانه دايما بقول لجوزي يعني كلمه كده. فوقتها افتكرتها وقلتها لها انا مقتنعه جدا بالموضوع. سهل ان الانسان يعمل فلوس، ولكن صعب ان الانسان يعمل فلوس ولسه عنده مبادئه. دي صعبه جدا. دي المعادله الصعبه. عندك حق. فقلت لها عادي ما انا ممكن ابيع مبادئي واعمل حاجات I'm not satisfied عنها بالظبط وهجيب المرسيدس في يومين. وخصوصا بقى فاصلا يعني بصي ده it's not a success. ده مش نجاح. بحس كمان موضوع السكين كير تحديدا كله اي حاجه بتحط على الوش يعني لا فيري تريكي، لان ده وش عارفه اللي هو نظام الوش ما فيهوش معلش. فتخيلي بقى انت مثلا بتبروموت او تقولي للناس ده حلو قوي في الفتره اللي انت كنتي فيها قبل يسرا هوم وقبل الفلوجز وقبل ما تبتدي تبقي برضو لايف ستايل شويه. بس حاجه الميك اب اصلا يعني ياخدنا لحته اللي هو انت اصلا كنتي بتجربي كتير اكيد. صح يحصل لك جدا. صح يعني انا لحد دلوقتي اللي هو لا انا I don't recommend اي حاجه انا مش بستخدمها فعلا في حياتي. يعني اللي هو لا بحس ان هي مسؤوليه 100%. انا عايزه اقول لك مثلا كميه رسائل بتجيلي مثلا الفتره دي علشان بقى هبه التخسيس والكلام ده عن بقى منتجات تخسيس ودكاتره مش عارفه ايه وعمليات ايه وبتاع ايه بجد بارقام كبيره جدا. اللي هو I don't do this. حتى كذا مره طلعت في ستوريز عندي بجد يا جماعه انا مش هبروموت ولا في احلامكم حاجه زي كده، لان انا ده مش في قناعاتي. ودايما I share ده انه اللي عايز يخس بجد هو
المفروض ان هو مش عشان شكله، هو عشان صحته. فازاي ان انا اقول لك على طول هتخلي شكلك حلو مقبول للمجتمع ولكن هتأذي صحتك انت؟ صح. فاللي هو not بس making انا sense بما خالص انك بالنسبه يعني انت لي. اللي فتحتي الموضوع ده، انت بتحسي المعتقدات عند الناس ان انا او الستات او البنات لازم اكون فاهمه بشكل في معين؟ الفورمة. يعني مثلا هحكي لك حكايه غريبه جدا. انا واختي احنا مش شبه بعض خالص. Yes. اختي شبه مامتي جدا، الله يرحمها. ودينا يرحمها. لا يعني مش شبهي يعني، ولا حتى كلون ولا اي حاجه. دايما وانا صغيره الناس عارفه يسيبوا كل حاجه يعلقوا على ايه ده انت مش شبه اختك ليه؟ ولولا امي أيوة. الله يرحمها ان هي كانت دايما تميك شور ان انا نفسيا ما تاذيش، فاهمه؟ بس الموضوع ده كان انا فاكراه دلوقتي بضحك عليه، بس برضو مش فاكره اللي ماما عملته. وانا هو بقولها حتى لو اختي احلى مني ودي حاجه افتخر بيها ما عنديش مشكله، بس يعني انا مش لازم ابقى مثلا بسكين انا مش عايزه اقول الوان بجد، لان بس مش لازم ابقى بسكين كولر معين، مش لازم ابقى طويله بمواصفات معينه، مش لازم يبقى شعري مثلا طويل وناعم. احنا للاسف حطينا للجمال مواصفات، حطينا انه الشخص الجميل ده فيه ليست كده لازم يكون فيه كذا 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 بالظبط. الشخص حتى مش الجميل المقبول مجتمعيا انه انا ارحمه من قساوه السنتنا يعني انه لازم يكون فيه كذا وكذا وكذا وكذا. وانا بشوف الفيديوز برضو اللي انت بتعمليها دلوقتي بتعجبني قوي، اللي هو الستايلينج. يس ام شيرنج يس وزني عادي، لان بجد بحس ان هو يعني ليه صعب على الست ان عادي ان هي تقول وزنها او سنها؟ ليه خليناها ان دي حاجه صعبه عليها؟ علشان هي صعبه عليها، علشان هي خايفه ان الناس تنتقدها او ان الناس تجادج او تحكم عليها من الحته دي. فلا يعني انا بشوف انه اللي عايز ينزل في وزنه او قادر ان هو ينزل في وزنه ينزل في وزنه علشانه 100% عشان صحته. فانا ضد اي اجراء او بروسيدر ممكن ان هي هتنزل في وزني بس في المقابل هتاخد جزء من صحتي او هتضعفني او مش هكون بصحتي كامله، لان انا ساعتها بنزل وزني عشان اعجب شكل الناس او ادخل في مقاس معين او حتى اعجبني في عيون الناس. أيوة. بس انا من جوه بقيت بايظه خالص. بالظبط اللي هو yes. طب هل دي يعني انت حتى وانت بتتكلمي دلوقتي انت مقتنعه بكده؟ هل انت كنتي مقتنعه بكده من زمان ولا لا لما كبرتي شويه؟ هقول لك بقى. انا دايما الحمد لله عندي سيلف كونفيدنس قويه بسبب التنمر الشديد اللي تعرضت له from day one في حياتي. انا دايما كنت طفل قلبوز كده شويه، هو اللي عنده خطوط تحبوا تمسكوها ده. ف لما سافرنا كمان، انا سافرت السعوديه من وانا في ايج صغيره جدا، فده ادى ان انا انتقلت من مدارس كتير جدا. انا دخلت تقريبا 8 مدارس او 9 مدارس على مدار حياتي. فكنت انا دايما الطفل القلبوز اللي قاعد في الفصل جديد وكمان من بلد تانية. فيعني ايه يعني. انا ماده رائعه للتنمر والسخريه. بصي كنت انا هذا الطفل. فكنت في الاول اللي هو شايفه فعلا ان العيب فيا وان انا الشخص الخطا، لان للاسف يعني اطفال حبايبي والسلف بتاعتي الصغننه انا دلوقتي بطبطب عليها معاكم، دايما بيشوفوا لما المجتمع بيرفضهم او الاهل او اي حاجه انه عقلهم يا عيني الصغير ده علشان يحسسهم ان الكوكب مكان امن بيرموا اللوم على نفسهم. اكيد المشكله مش في المكان، مش في البيئه اللي انا عايش فيها، البيئه اللي حواليا صح، اكيد انا اللي فيها حاجه غلط، علشان ده اصلا سبحان الله ربنا حاططها جوانا عشان يفضل عنده غريزه البقاء. انا دلوقتي لو انا خايف من اللي حواليا يبتدي بقى يدخل في حاجات تانية خالص. فبيبتدي ان هو انا السبب. مثلا لو الاهل مثلا بيعنفوه او حاجه، عمره ما هيشوف بابا وماما دول وحشين، انا السبب، انا مش عارفه. فيبتدي هو يبقى بالتبعيه طفل سيء جدا. فوقتها انا كنت شايفه ان انا فعلا انا اللي وحشه، انا اللي مش عارفه ايه. هم عندهم حق، اصل مش معقول يعني في اجماع يعني يا جماعه، مش كده. فعشان كده انا بحاول، يعني مش بحاول، انا مصره ان اهم حاجه في تربيتي مع فرح ان شاء الله انه نحترم الناس التانية، وان هي ما يبقاش don't judge انه احنا مختلفين، انه it's not acceptable بالمره ان احنا نتنمر على حد ولا على نفسنا. it's not acceptable ابدا ولا بهزار. ولو حد من العيله واحنا قاعدين قال كلمه كده او كده انه بيتنمر على بنتي او حاجه، لا انا بكون الام الوحشه. عارفه يا ربنا يحفظكم بقى مني في الوقت ده. الكوميك بتاع انت قلت كلمه الوحشه لبنتي تعرف مامتها مين. بالظبط كده. انا بكون، لانه في الوقت ده دي my job as a mom
ان انا اللي احميها، لان هي لسه مش عارفه أنا ترد لسه او زي مش ما عارفه بقولك، تحمي أنا نفسها. دي اللي فاكراه مع امي طول حياتي، حتى لما كبرت صح. كانت دايما هي لا ده انا الناس مثلا عقدوني من موضوع النمش، ليه ما بتشيليهوش ليه؟ دلوقتي مش شوفي عارف بيعملوا ايه، ازاي، شوفي بقى شوفي شفتي بقى. بس فاهمة الدنيا بقى الايام. يس. فلما كبرت كنت ساعتها يعني لما رحت اتكلمت معاها انا عايزه اعمل كذا وبتاع، قالت لي عايزه تشيليه بس انت بتشيليه مين؟ انت ندى عايزه تشيليه ولا انت بتشيليه عشان ايه؟ ففي سبحان الله بالظبط. كلام. لا صح. الام انا بشوف ان هي ليها دور زي ما انت قلتي كبير جدا ده في حقيقي. موضوع انه انا كطفله ابقى كويسه نفسيا. انت لو ما كبرتيش كويسه نفسيا هتحصل مشاكل بالظبط او exactly. مصايب يعني Yes. فاهمه على حسب. ولحد دلوقتي والله يعني انا يعني تربيتي مع فرح والبيرنتنج اللي بعمله معاها غير طبعا لا بحس ان انا في جزء كده بيربي او بيطبطب على السيلف الصغيره اللي جوايا، اللي هي يعني انا دايما بشوف وانا صغيره كده ايه اللي انا ما كانش المفروض يحصل معايا، بحاول ان انا اعوضه ده في فرح. ولكن في بقى ايه ستين لاين كده ما بين الاتنين، انه ايه ما تبوظيهاش. طبعا ما يبلاش ما تحطيش مشاكلك فيها، لان ساعات برضه لما بتبقي خايفه ان انت يطلع فيها العقده بتاعتك او المشكله بتاعتك. صح. فكاني بحط الاثنين، يسرا الصغننه وبنتي الصغننه، وبنربي في دي شويه ونربي في دي شويه لحد بقى ان شاء الله بقى ما تكبر بقى ايوه بالظبط كده ونتعافى كلنا. يسرا انت يعني كمان عندك بيت، انت متجوزه، وعايزه اعرف يعني هل شادي هو كان عارفك من الاول وانت كده صح؟ يعني فهل هو يعني كان ايه دوره من ناحيه السبورت او الدعم اللي هو قدمه لك يعني؟ انا شادي يعني من اكبر مصادر الدعم في حياتي. الحمد لله. الحمد لله. لان انا عارف شادي دلوقتي بقى لنا 15 سنه يعني فاحنا عمر عشره فعلا مع بعض. يعني انا من غير ما اتكلم هو يبص لي كده خلاص هو فاهم. والعكس صحيح. فانا فاكره جت فتره كده على السوشيال ميديا خصوصا يعني كانت بعد ما ولدت بنتي على طول. اوكي. فطبعا بقى زي اي لسه طالعه من الولاده شكل جسمي متغير، وزني زايد، وشي كله وارم، فمش في احلى فت عندي بالظبط. فتعرضت لتنمر شديد جدا جدا، يعني بجد ما كانش فيه كومنت كان وقتها ريتش عندي عالي جدا، بس مش بطريقه حلوه، عايز ان كل الناس تتنمر عليا. لو انت ليه صح. وتنمر بقى يعني قاسي لدرجه كان في واحده اللي هو طيب بألفاظ بقى طبعا كتيره اللي هو مستكتره ازاي انا في رجل في حياتي ممكن يكون منجذب لهذه الشيء اللي هي شايفاه قدامها، بألفاظ بقى كتير بقى طبعا في النص، ومعاها بقى كومنتس كتير. قريتي حاجه زي كده؟ وقتها انا بعدت عن اليوتيوب وعن كل حاجه فتره. بعدت تماما لان ما كنتش قادره، وكنت اللي هو ضعيفه نفسيا. صح. اللي اواني وقتها كان جوزي قال لي ايه يعني يكتبوا مش مشكله، انت عاجبك شكلك وانا حبك زي ما انتي، لان انا يعني الشكل ده سبحان الله او الفترات اللي بنعدي عليها بجسمنا او باي حاجه دي بالعكس دي حاجه تشهد لنا ان احنا كنا اقوياء كفايه ان انا I survived اكون لروح اتكونت جوايا وكبرت. انا فخوره بده. انتوا ليه بتحاولوا ان انتوا تدنسوا حاجه يعني كبيره زي دي؟ فاللي هو ابتديت لا اللي هو مش فارق معايا فعلا وكده، وبجد فعلا السبورت النفسي اللي هو اداهولي وقتها it was huge، لان انا ابعد عن بقى شوفوا بقى اليوتيوب عماله بكلمك قد ايه بحب البلاتفورم دي فكانت عن حاجه كده خيانه بالنسبه لي قوي اللي هو ايه ده انت ازاي ما طلعتيش بيئه امنه لا فاهمه. فكان وقتها بالموضوع بالنسبه لي سيفير قوي بصراحه. ولما رجعتي بقى تاني رجعت بقى اللي هو اللي هيضايقني هضايقه رجعت وقتها انا فاكره اصل بصي هو الموضوع سهل، انت مش عايزه تتفرجي عليا خلاص في فوق انفولو. وقتها بصراحه انا نزلت مش عارفه بقى الجزء ده هتحطيه ولا لا بالهاشتاج بتاع امسك متنمر. اوكي. ده انا نزلته الاول يعني فوقتها نزلت بهاشتاج امسك متنمر، وكانت الايديا بيهايند ات كانت اختي دايما هي العقل المدبر لكل شيء. اختي بالمناسبه هي ثيرابيست يعني بتدرس سايكولوجي، فهي دايما ايه الايد كده اللي بتطبطب على نفسيتي من جوه.
فابتدى فوقتها يعني الفكره دي كانت جميله لانه اي شيرد ده، وحتى في فيديوز عندي موجوده على اليوتيوب في الفتره دي، انه العيب مش فيا العيب فيهم. فانا اي ويل دو الهاشتاج ده علشان اي حد يلاقي اي كومنت وحش هاشتاج في الكومنت الهاشتاج ده، فانا هقدر ان انا اوصل للكومنتس دي بسهوله اكتر وهعمل لهم بلوك. فكاننا وانتوا كمان اعملوا لهم بلوك، فكاننا بنحطهم كده في بلاك هول كده لوحدهم. انتوا عايزين بالذات انا لما اعمل بلوك وانتي تعملي بلوك والناس دي تعمل بلوك وكلنا نعمل بلوك، هنعمل ايه؟ ما بقوش موجودين. خلاص انتوا عيشوا بقى مع نفسكم في العالم المتنمر بتاعكم. اكزاكتلي. فمن هنا ابتديت فعلا احس ان الكوميونتي اللي عندي ابتدينا نخلق كوميونتي رايقه كده زي ما بنقول. تهيألي الناس بعدها بالعكس. ده انا مثلا الفيديوهات اللي انا بقولك عليها دلوقتي بحس الناس بتتفاعل معاها كويس قوي، ستايلينج وبتاع. انا نفسي بجد انسبايرد منها يعني، لانه انا هقول لك على حاجه. انا مثلا مفيش حاجه ما بيجيش قدامي فيديوز مثلا مش ماشي مع المورال بتاعتي، مش ماشي صح. مع رايي، مع فكري، مع ذوقي. اكيد بيجي قدامي حاجات مثلا مش متماشيه معايا، فلتقل خيرا او لتصمت. ما انا بقول لك. وكمان وفي حاجه حلوه ان انت ممكن اصلا انت مش عايزه تبقي عند الشخص ده في الكوميونتي بتاعه برضه امشي يعني انتوا تقدروا ان انتوا ليه تعملي فولو لشخص عشان بيزيد لي عبء نفسي. بالظبط. لا عشان انا كمان عندي طاقه او عندي تارجت ان انا كل يوم اصحى اضايق الشخص ده. ده ايه يا جماعه فاهمه؟ بجد دلوقتي العلاج النفسي متوفر في كل حتت، لان فعلا كلنا يعني عندنا. انا بشوف التنمر ده جاي من الانسكيورتيز. طبعا. فانا دلوقتي لو حسيت فعلا ان انا انسكيور لمرحله في حاجه معينه، ان انا مش قادره اتخطاها كمان بقى وبعلي على نفسي وعلى الناس فيها، بجد فعلا دي انا بشفق بجد على الناس اللي بيتنمروا دول. بجد دي المرحله اللي انا فعلا محتاج اخد وقفه مع نفسي، اللي هو انا علشان اشوف حد. لو انا مش قادره اساعد نفسي واخد وقفه، اشوف حد فعلا هو يساعدني ان انا اتخطى ده من حياتي وان انا اكون انسان احسن علشانك. مش لان انا في الاول وفي الاخر انت كومنت من حاجه في حياتي هعملك بلوك، بس انت بجد كنت ديديكيتد قوي في حياتك ان انت تكتب الكومنت ده. بقى هصحى الصبح فاهمه، فبجد فعلا ببقى مشفقه. ببقى مشفقه لان انا دلوقتي يعني من كتر الحاجات دي خلاص ويت قلبي مات. لا دلوقتي كمان بحس ان لا. وكمان بصراحه فعلا الناس دلوقتي عندك اعتقد متقبلين. عارفه برضو الناس ممكن تبقى التغيير او بتاع او ده اصلا بيحط زي اكزامبل لناس تانية. عارفه اللي هو احساس اللي هو يسرا اللي كانت بتحط ميك اب انا بحبها وبتابعها، فشفتها عملت كده يعني you get to يعني تلهمي ناس تانية ان انتوا كمان تقدروا يعني تعملوا كده. عشان كده مثلا اول ما قررت يسرا as a product ابتدينا is plus ايه السلوجان بتاعنا؟ ايه بقى؟ you will always fit. انت دايما مناسب. وده برضو اعتقد اللي انت عملتيه في السايزز. انا عايزه احييكي بجد على موضوع السايزز بجد. زي ما كنت بقولك بره، بالرغم انه حتى الاجسام اللي ممكن تبقى مش يعني جسمها متغير عن الاجسام الطبيعيه، بس فعلا يعني طبيعي ان الناس على فكره تلبس لارج واكس عادي طبيعي. اون باتيت سايز يعني في اكس سمول، يعني مش لازم ان هو المقاسات. في كمان المقاسات الصغيره ساعات مش بتلاقي مقاسها قوي، وفي المقاسات الكبيره ما بتلاقيش مقاسها. فاللي هو بجد يعني هو اللبس ده معمول ليه؟ عشان نلبسه يعني عادي. يعني هنكبر مقاسات ما نكبر مقاسات، هنصغر مقاسات ما انت تحسي بقى اللي هو لا ليه لازم احس انه في ريجوليشن كده وانه مقاسك مش موجود عندنا. بجد انا بحس في محلات كده لما بدخلها يعني نو اوفنس يعني الكل طبعا الناس اللي بتلبس من اي حته بس في محلات كده لما بدخلها مثلا طبعا هو دلوقتي يعني مش بنجيب منه بس يعني برشيكا مثلا ادخل الاقي الاكس لارج عندهم قد كده. كنت فكان اللي هو ايه بحس اللي هو طب شنطه طيب ادوني اي حاجه تنفعني طيب هلبس بقى اي حاجه بالظبط. فبصراحه لا يعني في براندز كده اللي هو يعني طب يعني انت عايز تنفي الناس دي من الكوميونتي. فمش يعني في براندز كتيره فعلا بتتجه للتوجه ده اللي هو انا هعمل مقاسات معينه. طب ليه يا جماعه احنا مش عايشين معاكم؟ احنا مثلا من كائنات مختلفه ومش اقل فعلا فعلا على فكره عشان يكسبوا اكتر بكتير. بالظبط عشان هي نفس بتاع فهيحطوا قماش يعني القطعه الواحده يطلعوا منها قطعتين 3. فخوره ان انت بداتي ايس بلس جدا لان هي بقى ايه عالم مختلف. ده بقى ايه فيس ده بقى ده يسرا البيزنس بقى فاهمه الانتربرينور يسرا بقى. عايزه اقول لك ان انا من وانا صغيره جدا بحب اعمل ايه صفقات كده اللي هو ايه ابتدى
في صفقه ميك اب هنا يا يسرا مش أيوة، عارفه أنا ايه بشوفك وهستخدم بتقولي كده. ايوه كده ومش عارفه في عندي لقطه اليرت لقطة اليرت alert، بجد يا جماعه لقطه اليرت ده علشان انا يسرا لقط انا اصحابي مسميني كده لقط واستلقط دي في دمي دي وبعدين انا بقى ايه انا الشخص اللي هو انا اشتريت حاجه مثلا اتوكست مثلا في حاجه مثلا وشايفه انه هطلع اتكلم عليها. لا ده اصلا الاول في قاعده مع اهلي انا لازم اهلي واصحابي كلهم الاول يقتنعوا ده قديم الازل اللي هو انا ما بشتريش الحاجه لوحدي لا معلش انا احب انا امتى احس الشهوه كامله لما ابيعها لكل اصحابي وكل الحاجه اللي احبها تحبوها معايا انا بس بقى ده عايز اقول لك مره كنت بتعامل مع حد في سيلز اصلا فلقيته بيسال شادي بعد كذا مره بقول له هي يسرا بزنس سيلز فقال له لا قال له امال في ايه امال في ايه بجد والله العظيم يعني اقنعت السيلز بحاجه هو اصلا مش مقتنع بيها ونفذتها فاللي هو ليفل اقناع بصي مش ممكن بقى ليه بقى متمرسه ما شاء الله يعني. ليه بقى لان انا لما بكون مقتنعه بحاجه ببقى ديديكيتد جدا وعندي اسباب يعني انا عمري يعني ايه انا مش بجادل بس لو انا عندي قناعه معينه ما تدخلش معايا الارجيو ده فاهمه قصدك ايه فعندي نفس انا حاجه بحبها وشايفه فيها مميزات صح فوالله انا هقول لك واحد في لعبه كنت بحبها قوي وانا صغيره مع اختي احنا كابل كده ويرد كده مع نفسنا انا واختي كنا بابا وماما بقى احنا عايشين بقى في بلد مختلفه فما فيش اهل او كده بس احنا الاربعه كان بابا وماما بقى يروحوا الشغل اغلبيه اليوم فكان في قناه زمان اسمها قناه تميمه تميمه متعه التسوق عبر التلفزيون وبعدين معاهم الترابيزه الكبيره بس بقى كنت انا واختي نحط ترابيزه المكوى ونجيب مثلا المقشه ونقعد نمثل ان احنا 2 مذيعات في تميمه وبنبيع كان دايما في كده 2 رجاله لابسين بدل ايوه صح احنا بقى كنا مخليها ستات عادي والله ونقعد بقى نبيع واقول لها المقشه دي مش بس تكنس دي كمان مش عارفه تقدر تعمل بيها السقف وفيها شعر ما بيلزقش فيه مش عارفه شعر القطط ونقعد بقى بصوا طب ده انت عارفه اللي هو البذره كانت جوايا من زمان بالظبط يعني انت البذره فعلا كانت موجوده بجد فعلا فانا بقى كنت بحب جدا وكنت قناه تميمه دي يا لهوي كنت احب جدا اقعد مع ان الاعلان شايفاه 100 مره بس كنت بحب فكره انه اشوف المنتج بقى ويفتحوه ويطلعوه لما بداتي بقى ايس بلس حسيت ان انت طبعا انت كان عندك خبره في المحتوى يعني قصدي كان في مبادئ شويه عن ما كانش على البيزنس سايد هل اصلا في حد تاني معاكي في ايس بلس يس في بقى في الباك سين شادي يعني هو بقى جزء الاوبريشن والدايركشن ده يس هو اللي ماسك صح الحته دي وانا اكتر انتو الارت بقى بتاعت ايس بلس يس بالظبط فلا يعني هي البيزنس عموما اتس نوت وان مان جوب خالص صح لا يعني هو بيبتدي بفكره ممكن يكون حد عنده الفكره بس لازم يكون عندك تيم ولازم تبقى عارف ان انت لوحدك مش هتقدر ان انت تعمل حاجه ولازم نكون كلنا on the same page ويعني بتبقى الروح كده بتبقى الروح في البراند بتاعتك في البرودكتس بتاعتك في التيم بتاعك في الباك ستيج بتاعتك كده بتحاول ان انت تخلقها وتنبسط بيها وانجوي الجورني علشان لازم تستمتع عارفين دايما ايه في مثل يقولك ايه الكنز في الرحله انا مقتنعه تماما ان مش في الكنز هو الرحله اوكي فرحلتك ذات نفسها هي دي الكنز بتاعك استمتع بكل التفاصيل لان انت مثلا انت برضه لما بتبتدي بزنس انت لازم يكون بالك طويل انت عارفه ان انا يعني مش معنى ان انا هعمل سيلز بكره بقى فاهمه لا 100% ومش لازم انت هتدخل البروفيت اللي انت مستنيه علشان هو مش زي ما بنقول هو مش سبوبه لان اي حاجه سبوبه هي بتنتهي في ساعتها صح بس لما انت بيبقى عندك كونسبت وعندك فيجن وعايز تعمل حاجه معينه وعايز تعمل كوميونتي ودي اهم حاجه دي بتاخد وقت كتير لانك بتديها efforts كتير وبتديها كتير جدا ولازم يكون بالك طويل لان هي يعني انت بتعيش بقى البراند بتاعتك فعلا بتحاول ايه اللي هي المورالز بتاعتك او اخلاقياتك ومعتقداتك طول حياتك دي تحاول بقى تجسدها في اشياء بتوصل للكاستمرز مش فكره حاجه هيلبسوها هي دي بس لا فكره الفاليو حسيته من ايزي يعني ان هو اتس ا كوميونتي وانت بتعرفي توصلي رساله معينه وحتى الكامبين اصلا في الاول في اللانش خالص كانت كلها كده وطبعا صناع المحتوى التحفه الجميلين جدا اللي جم
وكانت حلوه وانا كنت عارفه وكانوا كلهم اكسايتد جدا للايديا، واول ما قلت لهم ايوه يلا احنا معاكي وبجد كان روح في الفيديو اللي هو لما انتوا كنتوا بتشدوا كده. الفيديو ده بالمناسبه ده كان الفكره بتاعتي. علشان انا دايما اكتر حاجه بكرهها هي المازوره. بجد لان دايما المازوره عندي مرتبطه بان انا عايزه اشتري حاجه وعايزه اتاكد ان هي هتيجي مقاسي ولا لا. بالظبط. دايما اللي هو اقيس بالمازوره، وكانت في الغالب ما بتجيش مقاسي. فانا عشان كده اول حاجه عملتها في الفيديو في اللانشنج كامبين بتاعت ايس بلس احنا قطعنا المازوره دي. ايوه ما بالظبط. بجد ما تخافيش، مقاسك هيكون موجود، وبنحاول دايما ان احنا نفت السايزز بتاعتنا، وان احنا دايما نكون بنسمع الكاستمرز عايزين ايه وايه اللي هم محتاجينه، لانه هو ده فعلا اللي احنا بنحاول نعمله في ايس بلس، ان احنا نفل الجاب دي. انه احنا عندنا نيدز، المفروض تكون البراند موجوده عشان النيدز دي مش اكتر. العكس. بالظبط. عايزه بقى اسالك سؤال مهم قولي. وقبل اخر حاجه هنعملها. يسرا انتي اوكي yes. وانا مبسوطه جدا بكل الامهات اللي انا معايا في البودكاست. عايز اسالك سؤال، هل لما انتي كنتي اوريدي في صناعه المحتوى من قبل فروحه الجميله، لما فرح جت وكده ازاي قدرتي تكملي؟ ليه بقى السؤال ده بيجي في دماغ امهات كتير دايما تحس ان احنا بعد ما بنخلف لو انا مش هعرف اشتغل في كذا، لو انتي شغاله في شغل بيبقى فيه ريستريكشنز في المواعيد، ازاي يعني قلتي لا انا برضو لازم اكمل؟ انه سمحت لنفسي انه اكون انا اللي عليه دلوقتي. يعني انا دلوقتي فانا الكونتنت بتاعي المفروض هيكون جزء مني. عادي ان يبان في الكونتنت بتاعي ان انا دلوقتي بقيت شكلي اتغير، حصل كذا، مشغوله. وممكن يكون ده جزء من الكونتنت بتاعي اصلا، ان انا بشارك امهات تانية الحاجه دي. بالظبط. تجربتي مثلا، يعني انا هتلاقوا عندي، عشان كده بقول لك هتلاقي دايما في اليوتيوب مثلا انه في مراحل مختلفه من يسرا، في فيزز مختلفه. فمثلا وقت ما كانت بنتي مثلا لسه بترضع وطفله وكده، هتلاقوا في عندي الفيديوز دي، وفي عندي وقت تجربه الفطام بتاعتي، فكان انا كانت قاسيه جدا عليا. بسمح لنفسي ان انا اشارك ده. عادي ان بنتي تبقى في الخلفيه صوتها طالع وانا بصور حاجه عشان صحيت من النوم، فمعلش هوقف. مش هيوقفني، صح؟ لانه ده انا اللي عايز يقبلني كده. لانه نرجع تاني، مين التارجت اودينس بتاعي؟ الناس اللي شبهي. يا جماعه احنا كتير قوي بجد، وكل ده صعب، مش هطلع امثل عليكم بقى وان الحياه وردي لا عادي. وبنتي بتبوظ لي الميك اب بتاعي وبتكسر لي حاجتي ومش عارفه فعادي يعني عادي يعني لا يعني اشجع اي حد ان هو بيحاول ان هو يبتدي الجورني بتاعته، وانه حاسس ان هو فعلا دي حاجه هو مأجلها بقاله زمان. بجد just do it خلاص يعني كده وابتدي هتيجي كده، لان هو ده فعلا الكونتنت اصلا اللي الناس حابه تشوفه، مش البولشد كونتنت، مش البلاند قوي وكده، صح؟ كونتنت اللي هو طالع فعلا انت مين. الناس عايزه تشوف ناس شبهها، عايزه تحس انه دي حقيقه. عادي. اخر بقى حاجه هنعملها، انا الورق ده مكتوب عليه كلمه. اوكي انت هتنقي ورقه وقولي الكلمه دي بتعني ليسرا ايه. اوكي. بحب اللعب قوي على فكره، انا عشت طفوله قاسيه فمفتقده اللعب. الموضوع تميمه ده انا هعمل له جيل لوحده. الاجتهاد يعني ايه؟ يعني انك تعمل اللي عليك واسعى يا عبد وانا اسعى معاك. انا مقتنعه دايما بكده، انا هعمل اللي عليا، وان انا ما احط راسي كده على المخده ما اقولش يا ريتني كنت عملت كده، انا ما قصرتش. جت ما جاتش انا اجتهدت. فيس اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. حلوه بصراحه، حلوه كمان ننهي بيها الحلقه. يسرا بجد نورتيني، انا اتبسطت معاكي قوي، وانا عندي طاقه ان انا اتكلم ساعه كمان، بس رحيم مش هيسيبنا. عايز يشحن بقى الكاميرات وكده. بس انا اتبسطت معاكي قوي، يا رب تكوني اتبسطتي جدا بجد يعني. وبجد شكرا على المساحه الامنه اللي احنا خلقناها دي، ان احنا نقدر نكون كده على طبيعتنا مع بعض. ايوه. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. باي باي.